تعيش وسائل الإعلام الجزائرية حالة من الانهيار والصدمة عقب الإعلان الرسمي من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تنظيم البطولة العالمية للناشئين في المغرب، وهو ما وصفه رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بالضربة القاضية للنظام للجزائر. وانفجر الإعلامي حفيظ الدري على الهواء بعد هذا الإعلان، وأعرب عن استيائه الشديد وتساؤله عن سبب تجاهل بلده الجزائر في تنظيم هذه البطولة واهتمام الجميع بالمغرب مطلق اتهامات لا أساس لها، فوصفها بالسحر والرشوة. ويستند الإعلان عن تنظيم البطولة في المغرب إلى وجود بنيات تحتية وملاعب عالمية المستوى.